السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده احنا كنا عملنا من فترة سلسلة CTF. معلش انا بعتذر عن التأخير في تنزيل الفيديوهات، ولكن الفترة اللي فاتت كانت في ناس بتحجز في الجروبات عندنا في دبلومة زيت ريس. تمام. فهنكمل بإذن الله السلسلة، والسلسلة دي هنفضل مستمرين فيها يعني إن شاء الله. بإذن الله. النهارده المشين ايزي وسهلة يعني، مش صعبة، حلوة يعني. سيمبل CTF. تمام، من موقع تروح يكمي. فأنا دلوقتي عملت ال VPN. تمام، والفي بي ان الاي بي اهو معايا، وعملنا ستارت لللاب وخدنا الاي بي، ناخده كده كوبي، نفتح نوت باد. اوكي، نحط اي بي تارجت و... وناخد الاي بي ده كده، ونقوم قايل له ايه بنج، ونقول له كده. طيب كده الماشين دي شغاله معانا. اول حاجه عايزين نقول له بقى ايه سودو اماب داش اس سمول اس كابيتال داش في في داش اس في وداش اس سي وداش دي 4 داش تي 4 و بس كده كويس اوي. ونشوف الريزلت بتاعت الاماب اللي هتطلع لنا ايه. الماب سكاننج. عايزين نشوف الريزلت. البورتس طلعت لنا ايه 21 و80 واربع اتنينات. طيب 21 ده خاص بالاف تي بي، 21 ده خاص بالاف تي بي، و80 ده خاص بالاتش تي تي بي، واربع اتنينات ده تقريبا هيبقى خاص بالاس اس اتش. تمام، اس اس اتش حلو قوي. طيب عقبال ما يخلص كده نفتح تاب جديده ونقول ايه، نخش على الاف تي بي. طبعا احنا ممكن نعمل ادفانسد اماب سكاننج. تمام، هنقول سودو اماب داش اس سمول اس كابيتال داش في في داش اس. ممكن مثلا نقول له داش سكريبت 1 ماشي، داش بي 21. وعايزين نشوف بقى ايه الثغرات المشهوره والمعروفه في البورت اللي هو بتاع 21 ده. كمان عايزين نقول له السيرفيس فيرجن بتاعه ايه، وتعالى بقى نشوف هيطلع لنا ايه بالظبط. تالي طبعا انت لو لسه مبتدئ وما عندكش خلفيه عن اصلا بين تيستنج، فانت هتلاقي ان انت مش فاهم اي حاجه في ماشين CTF دي خالص. تمام، انما لو انت عندك نوليدج عن البورتات والسكريبت سكاننج والكلام ده تمام. طيب الفيرجن ده لو احنا عملنا عليه سيرش، الفيرجن ده لو عملنا عليه سيرش الفيرجن ده، هتلاقي ان هو دي دوس اتاك. تمام، دي دوس اتاك ان انت كده هتوقع الخدمه بتاعت الاف تي بي، وانت كده مش هتستفاد منها في حاجه. انما لو كان الفيرجن ده بيعمل مثلا RCE ريموت كود اكسكيوشن، كنت انت ساعتها فكرت ان انت ازاي تستغل الفيرجن ده وتجيب اكسبلويت ليه، وبعد كده تبقى ليك اكسس على الماشين. انما هتستخدم الفيرجن ده، يبقى انت كده بتعمل دي دوس اتاك ومش هتستفاد منها في حاجه. طيب احنا عايزين نعرف الديفولت السكريبت ده، يعني اشهر السكريبتات اللي هي الديفولت بتاعت السكريبتس. فاحنا هنمسح داش سكريبت ونقول له داش اس سمول سي كابيتال. عمال عم الكمبيوتر. طب هو هنا جاب السكريبتات الافتراضيه. طيب انا هنا ده الاماب القديمه على كل البورتس ال 21 وال 80 والاربع اتنينات. اصبح ده بالنسبه لي كده ملوش اي لازمه، خلاص نوقفه وتعالى نبص علينا. احنا مركزين على الاف تي بي. نصيحه، وانت شغال في CTF معاك بورت، امسك البورت ده من اوله لاخره، مش تنقل على البورت اللي بعده الا لما تكون انت خلصت البورت الاولاني. انا مسكت الاف تي بي ولسه بكمل في الاف تي بي. لو ما لقيتش فيه منه اتاكس مش هستفاد منه في حاجه، مش هعمل بيه اي حاجه. تمام. طيب انا لقيت 21 اف تي بي والسكريبت بتاعه بيقول لك اف تي بي انونيموس اف تي بي لوجن الاود. يعني انا اقدر ادخل بالانونيموس لوجن، يعني انا
يعني اقدر ادخل بالانونيموس لوجن في نفس الوقت شخص مجهول. حلو قوي. طب احنا نقول له ايه بقى عشان اعمل اتصال كونكت بالاف تي بي؟ بقول له اف تي بي وبديله الاي بي بتاع الماشين. تمام. 142 77 انونيموس شخص مجهول انونيمو. انا دخلت اصلا لوجن سكسسفولي. ال اس ده شيل ايه؟ هنا عايز باسيف مود. نطلع من الماشين باسيف. تمام. فنقول له ال اس ده شيل ايه؟ لقينا دايركتوري اسمه اب. فهنقول له سي دي اب تشينج دايركتوري ال اس داش ال ايه اللي عندك فور ماتش ده تقريبا شخص. تمام. طبعا انت هنا مش تقدر تقرا الفايل، فانت الحل الوحيد ان انت تنزله وتقرا الفايل من بره في اللينكس بتاعك. فانت تقول له ام جيت او تقول له جيت ام جيت فور ماتش. قال لك انت عايز تنزله، قول له واي نزله شكرا اف تي بي كات فور ماتش. then you was to different IVC you same as in user system. The password is so weak I cracked it in second جوه ميسي. يعني هو بيبعت رساله الماتش ده شخص بيبعت رساله الماتش بيقول له ماتش غير الباسورد بتاعك لانك انت ممكن يحصل له كراك واي حد يقدر يخمن الباسورد بتاع ماتش ضعيف. طب احنا عشان نخمن على الباسورد بتاع ماتش عندنا اداه اسمها ايه؟ اسمها هايدرا. الاداه دي نقول له كده هايدرا. تمام. وداش ال هنقول له ماتش. تمام. بعد كده داش بي كابيتال. داش بي كابيتال ليه؟ لان انا مش معايا الباسورد، فانا بالتالي هديله وورد ليست. الوورد ليست اللي هديها له هي روكيو دوت تكست. غالبا انا كنت فاكر الضغط منها قبل كده. تعالى نبص على روكيو دوت تكست. فك يا باشا الضغط. تراكت هير. نايس مان. جود لك. روكيو دوت تكست. بعد كده هقول له ايه؟ انا دلوقتي هخمن على ايه بقى؟ انا دلوقتي معايا الاس اس اتش. فاكرين الاس اس اتش ده الاربع اتنينات؟ انا معايا يوزر نيم ولكن مش معايا الباسورد، فانا هخمن على الباسورد. طب ايه الخدمه اللي انا هشتغل بيها او هدخل بيها من يوزر اللي اسمه ماتش؟ طيب حطها كده قاعده في دماغك. اف تي بي اللي هو 21. اف تي بي ده محتاج منك يوزر نيم ومحتاج منك باسورد، وانت دلوقتي دخلت بالانونيموس. حلو. طيب معاك اربع اتنينات ده اس اس اتش، والاس اس اتش برضو معاك يوزر نيم ومعاك باسورد. لازم تخش باليوزر نيم والباسورد او بالبرايفت كي. طب انا دلوقتي اليوزر اللي معايا اسمه ماتش. تمام. ولكن نوت باسورد. فانا هخمن على الباسورد بس انا هخمن على الباسورد بالخدمه اللي هي بتاعت الاس اس اتش. تمام. اربع اتنينات. فانا بالتالي اقوم قايل له ايه بقى؟ اس اس اتش // ونديله الاي بي بتاع الماشين. تمام. وبعد كده انا دلوقتي الافتراضي بتاع الاس اس اتش، البورت الافتراضي بتاع الاس اس اتش الديفولت بورت ده 22. انما هو هنا اربع اتنينات، فانا لازم اديله البورت بالظبط. يبقى نقطتين فوق بعض اربع اتنينات. تمام. داش تي 64 عشان اسرع الاستريتس السرعه ويطلع لي الباسورد بسرعه. تمام. بس كده. قال لي فعلا في لوجن اسمه ماتش، يوزر نيم اسمه ماتش، والباسورد اسمه سيكريت. طيب انا هقول له اس اس اتش. بعد كده اقول له ام اي تي سي اتش ماتش. بعد كده اقوم قايل له ات وادي له الاي بي. تمام. بعد كده اقول له داش بي على اربع اتنينات اتصل. هيطلب مني الفينجر برنت اقول له يس. فاقوم قايل له الباسورد بتاعك هيكون سيكريت. تمام. وكده انا دلوقتي بقيت يوزر اسمه ماتش. تمام. حلو قوي. انا دلوقتي يوزر اللي اسمه ماتش ده صلاحياته عاديه. انا محتاج ان انا ارفع صلاحياتي من يوزر للادمنستريتور او الروت. تمام. فانا هقوم قايل له ايه بقى؟ هقوم قايل له سودو داش ال. تمام. قال لي والله اليوزر اللي اسمه ماتش ده يقدر يرن يكون روت بالنو باسورد، يقدر يرن حاجه اسمها يوزر بين فيم. تمام. تمام. نروح على موقع اسمه جي تي اف اوبنز.
جي تي اف اوبنز، هتلاقي انا كتبتها غلط او صح مش تفرق. صح، جي تي اف اوبنز، ونقول له فيم. فيم ده انا دلوقتي عايز الموقع ده اتجدد يا خساره. الموقع ده ما كانش كده، بس انا معايا اللينك، يعني استنى اجيبه من النوشن. معانا اللينك القديم ان شاء الله، ده اللينك القديم بقى. تمام. انا دلوقتي عملت سودو داش ال، فانا عايز ارفع صلاحياتي بالسودو، فانا هقول له سودو. نروح هنا بقى سودو فيم داش سي، بعد كده بين باش، بس كده. ناخد الامر ده نحطه، نقول له هو ام اي بين روت. رفعت صلاحياتي من يوزر عادي للروت. طبعا بقى انا ممكن اقول له ال اس داش ال اي سي دي روت. مفيش هنا روت. طب سي دي، ارجع خطوه، بي دبليو دي ال اس سي دي نقطتين، سي دي نقطتين، ال اس داش ال اي. نقول له سي دي روت ال اس داش ال اي. هنقوم قايل له كات روت دوت تكست وتعالى. بس كده. ودي ماشين سهله جدا طبعا، يعني مش محتاج اقول لك لو انت ما فهمتش حاجه من الماشين دي. الماشين دي للناس اللي يكون عندها نولج عن بين تيستنج. وكمان احنا بنشرح السي تي اف ده في دبلومه زي تريس بالتفصيل الممل، بنشرحها حرفيا بالتفصيل الممل. وقبل ما انت تخش على السي تي اف بنشرح الام بسكاننج، بنشرح الهايدرا، بنشرح البريفليج اسكليشن اللي هو رفع الصلاحيات اللي انا لسه عملته. وطبعا في ماشينات تانية بتبقى عايزه ريفرس شيل. وكمان بنشرح الموقع اللي هو اسمه جي تي اف اوبنز ده وعباره عن ايه، واشمعنى استخدمنا سودو فيم داش سي. بنشرح كل الكلام ده بالتفصيل الممل، ولكن ده عشان بس بلاي ليست سي تي اف. فاحنا بنرفع شويه ماشينات بس. فانت لو ما عندكش خلفيه عن البن تيستنج، فانت يعتبر اكيد ممكن تكون مش فاهم اي حاجه. كمان البورتات دي بتتشرح بالتفصيل، والام ماب سكاننج والادفانسد والداش داش سكريبت فون الكاتيجوريز بتاعتها والكلام ده كله. تمام. لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات، ولو عايز تنضم في جروب بابليك زيرو تريس اكتب لي برده في الكومنتات، وابعت لك اللينك الجروب تقدر تنضم فيه وتشوف الاحداث اللي بتحصل في دبلومه زيرو تريس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.